الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله في حديث قصير عن التوحيد الذي هو الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة، أو التوحيد الذي هو حق الله جل جلاله على العبيد. النهضة السامعين والإخوة الكرام، أفيون الموضوع في ديسكا رب العالمين عز وجل خلقه يسوف يسيد القاعة. رب العالمين يسوف رائد القاعة يوكلني أسن وحد زي العباد كامل، أمام المشركين أمام المؤمنين، من بين الصار أما خلق السماوات أما خلق الأراضي، لكن يخلق تنتيب الله، يخلق تنتيب رب العالمين. فرب العالمين عز وجل الأنبياء كان يدي الشياع، الرسل كامل إذ يرسل راه في الأم عدان. الغاية في يد الشياع الحق للإنسان توحيد المولى عز وجل، بأن الله تبارك وتعالى واحد دائما، حتى يتسوى الشعب استقباليت إظهار لعلم التوحيد يتصور بعبادة في التسبيح في إفراد المولى تبارك وتعالى دائما تناثيل أكيد ربي وانا ربي يستحق العبادة. لو العباد شدنا رب العالمين عز وجل لنتاني تكيفا لين تصريفا أكيد يستيهوا لكل ذلك العباد ذا السبب كان يتسبب في الطاعة. قال مسألة العلم أيولف ربي السباح سبحان ربي الأعلى، أو يخلق الأرواح يأتيه الوالد الدنيا يطيش في سيريس وضح بعيد في الطيار يك ربي علي وفي الصح لا 200 ولا 100. قل هو الله الفرح، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال قل هو الله الفرح الشرقي الغربي الإسلام، بمعنى يصدع رب العالمين عز وجل التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. زي ما يتمثل الصحابي المعتقد إقلال أمر خطير للمجتمع تدينا. المعتقد هذه انقرص الشرع الردة، انقرص بين اثنين سيف إكقرص روحه محمد رسول الساعة ربيع أكيد فلان يطورنا، بمعنى يبدل الدينيس يسمى الصورة قال اسم يغني يتروسا لا يوم الفاكتور إلى المقام عظيم للفاكتور الردة في هذا الزمان. تكشفوا في التدرس، تكشفوا في اللافين، أكيد فلان يبدل الدينيس، كاين فلان هو السكرتيان، أكيد فلان يكشف الدين المسيح. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكان مثل الأمر ابن الخطير وكيقرص الشرع
الردة، بمعنى العبد يبدل دينيس، العبد يبدل الدين التوحيد، العبد يفهم يفرد ربي، يفرد النبي صلى الله عليه وسلم، يفرد للأنبياء كالإعداد. خاطر كامل الأنبياء إعداد سيد سلمان بن سلمان، أما سيدنا موسى، أما سيدنا عيسى، أما سيدنا إبراهيم، أما جميع الرسل وساد كان باش دينين إلا كان يولى ربي سبحانه عز وجل، إلا كان يولى الإله يتسعى للعبادة. إذا الأمر ديال إذا قد يعلم الإنسان ما لا يمنع يفهم التوحيد والإقرار، حاشا ربي سبحانه عز وجل يقول أدي في مانيس يكشف بالشرك، يكشف بالكفر، يكشف بالردة. لذا أيها الإخوة الكرام، الإنسان لا يبدل الدين نسألك أدي التنفيس، أدي المولين ثواشتيس غفاس كماس لليحفيس من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نتعرض فصل خارج جميعا كاين فرق الدين الإسلام، كاين ثراء وفيها الراحة النفسية وفيها اللابي واشو الدين النظام الدين سيدنا عيسى حاشا لله. سيدنا عيسى عليه السلام يمارس التوحيد ينال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إلى ذلك اسم النبي محمد أحمد في القرآن الكريم، واللي يتبع الكينير إذا قد يتبع أي يحب رب العالمين تبارك وتعالى. رب العالمين قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. رب العالمين عز وجل أيوان. إذا العبد يتمثل أنصح العقيدة لنا ألا يحصل يرتد يوالي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قد يعلمون المرتد بمعنى يبدل دينيس العبدانية أجريت في الناس الأحكام الشرعية وتناسب لنا الدم. ما يسعى العبد يديس بالدين أن يبدل الدينيس أدي العالم بالذيك العقد اسمه الشركين للزواج يفضل. هذا يروح من الناحية القانونية المحاكم الشرعية الإدارية المثنى في الحين أسفسخل عقد الزواج. الأمر الأول زواج الأمر والسن إذا قد يحصل عقد وديع العقد يتجال الدين الإسلام يرتد في دين رب العالمين عز وجل، وإن قرص المرتد وإن قرص أن تنسر وإن قرص العبد الطرنان. والعبد الطرنان يتشرع وتتناسب المدن ولمضطر لمقابر المسلمين ويتشرع رب العالمين عز وجل. لكن هذا هو كان يصبرون سبحان محمد أن يرضي ربي في الناس اسمي سقار أن يسير الزمان الآخر يوم الجاي أديك يوم الجاي أكيد الجيل الأصول الطرنان أقلت الرومان تسون تجديد الإنسان الجيل أصول الطرنان يعني الروسي أقلت الرومان تسون تجديد الإنسان. تجديد الإنسان بعبادة التوحيد. خاطر لا أحد ينكر أيها الإخوة الكرام ولاش العبارين الكرام واللي اسمه يكشف الدين. هذه الربوع يفاد أخلاق عظيمة العباد أمام معاملات الإنسان، أما اللباس الإنسان، أما التأصيل من العقيدة الإنسان. الدين يساد يكمل هذه المكارم يأصل هذه الأمور. إذا العبد يفهم السد ملائكة الذي نسب هذا أمر خطير. ملائكة الذي نسب العبد السبيل والتوجس إذا قد يستقسم في الدين هل يطلع ويرتدار ويفدنا الإنسان الدين نسب
لا، هذا يحذر الإنسان من الأخلاق، هذا يحذر الإنسان اليسر لكن النيف مات الإنسان يتنصريتيس يتجديتيس يتشرعيت رب العالمين جل جلاله. النظر في التوحيد لا شوف التوحيد هو إفراد المولى تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. الأمر بالتوحيد يسالكش الإنسان الجنة. حديث تاع البطاقة، حديث البطاقة برسل الأعمال أدي رب العالمين عز وجل يوم الإنسان ويسأل الأعمال الصالحات، ولكن يشهد يعتقد داخل البوليس باللي إلى ربي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح النبيان ديالو يجمع لك الرسائل اللي عندها ممكن يسير سلما نفس الرسائل نفس الأنبياء. طريق اسمه مناظرة بين إنسان ملحد وإنسان نصراني يكون مصير من خلال المناظرة ديال الشخص اللي يسلم ديالو اللي يسلم نفس الأنبياء. نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ونؤمن بسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم ويوسف وعيسى وأيوب ويونس إلى آخر الأنبياء. إذا سلم يتسلم كان يتسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل إذا استشهد الرحمات أشهد الرحمات كلها. إذا بالنسبة للمسلمين نتمس دين الإسلام يجمع بكامل الأديان عندنا في رسالة جامعة شاملة ناسخة للرسائل السماوية الماضية، وهي رسالة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا توحيد الله تبارك وتعالى ما للإنسان يوحد ربه لا شك معنى ربي يريد لنا ربي سبحانه وتعالى تعيد تصرفات الأمور نتكون لو كان نسينا ربي يوم الذي قريتش يوم الذي قرد كفور يوم الذي قرد الفل يوم الذي قرد. إذا إلى رب العالمين واحد بتصرفات الأمور بالعباد. وكذا الناس توحيد الربوبية نسعى توحيد الألوهية. أنا بديت الأفعال العباد إن خدم أما تصدي أما الصيام رمضان أما الحج أما وإن خدمت لله تبارك وتعالى أنا عبد اسم رب العالمين الوحيد ربي. بس الأعمال النوم الطاعة لله تبارك وتعالى. ويدعو الإنسان توحيد الأسماء والصفات أدخل صديق سبحانه وتعالى الصفات الكمال الكماليس وتنفيذ صفات النقص وتفضل أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وتذكر الصدق الرب العالمين عز وجل هو يسلس الدعاء. إذا التوحيد معناه إفراد المولى تبارك وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. التوحيد أنعم الله سبحانه وتعالى يوان ذنسان العبد الأمور الأخرى شدة ذنسان الانفع بصفة شاملة جامعة أيها المؤمنون. توحيد المولى تبارك وتعالى سعد العباد الفطرة الشرط بيننا والمسلمين أن تروح من مين ولا يوم الأمر خطير زلزلة سيمس لبحة الفيضانات لاكسيدون مباشرة تتكلم الفطرة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي حاجة يوعى أي دهشة تجيب يوحد الإنسان رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. تتسلسل قرد حمود الخسر نذكر عن طرف يعني تصبيت كلامي العباد المساكيس الداني الغفلة خطر الدكان في اسم الأفعال
الأفعال والدماء العقيدة أصلا يقول الموس يتصاكي السبيطار تفرد الموس يروح للباطل يروح يحضرس يقرص الشهادات ياخذ مكان اش الثقة وإنا في طرف هضرت يقرص لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن على فراش الموت داخل المستشفى قرص الباطل أين أتسوق يروح أين أتسوق أشعر يدي صربيعك أين أتسوق يروح إذا تجد الفطرة بالفطرة ديس رب العالمين عز وجل العباد كلمة التوحيد. إذا التوحيد هو إفراد المولى تبارك وتعالى بهذه الخصال. النهضة توحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه أن اعترف بالذكر إلا رب العالمين الكون الذي يسعى الرب في تسييرا إقلاب المالك لكل شيء نسيب من هذه الأمور. المعنى توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى مثل الخلق والرزق وتدبير الأمور والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فلا خالق إلا الله. أنا عند ذلك ربي نسيب ملكا الكون نسيب الرزاق نسيب خلقه نسيب السفونامة نسيب خلقه الشهور نسيب خلقه الحجور نسيب السماء ونيس الجبال نسيب الرزقان نسيب النور نسيب الفقران نسيب إحياء نسيب النغال. أتنسبت يا رب العالمين عز وجل بأفعاله. فلا خالق إلا الله. الله خلق كل شيء. طبعا روحي السيوان اللي خلق يوصل الحاجة روحي السيوان ما يكون سيوان أسيب يحيون لكن إخلاص ذلك. السلام ورحمة الله. بنصراني ولكن يرصد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قيل أن موسى عليه السلام ذات يوم ولكن يوصل جارية ثموث تجلى مسلم شيئا بكى موسى عليه السلام من الرحمة والرأفة. يتسوس إلى موسى عليه السلام إني ولا فرطوس مثموث تجلى مس رب العالمين يهبط السيدة موسى كلم الله يا موسى أشرك تسوط أشرك لي حلولي إن يسغطني الصفيان فاكي إلى غير ذلك. إن يسمى بسعي الشد بمعنى ربما يحمد في الناس ربما يدي السكر دي مشروعها. إن يسر العالمين عز وجل عن موسى إن يسر الثاصر ونسمي تشرف تأتي الأول إن يسرها يبتزل سيدنا موسى تنفلق ينفع باسم القرن كل ثوكا يعني حشرات تمشي تحدينا تولد الميكروسكوب المنشار إيوالا تعيش في داخل تصور حاجة الصماء تسمى الواضح. إن يسر العالمين يا موسى اسمه كاين يوم أصلا داخل استغفر موسى عليه السلام لربه. إذا أخلاق الهضرة في توحيد الربوبية. ربي خلق الأمور فوسيس كل يوم إلى أن نعلم أنسع العقيدة للقلوب الأكاديم بس إن شاء الله عز وجل هذا في السريح توحيد الربوبية إمير اللغة توحيد الألوهية إمير اللغة الباب الدعاء والتوسل كذلك توسل الإنسان رب العالمين هي الأسماء والصفات ونذكر إن شاء الله عز وجل بعض مظاهر الشرك. بعض مظاهر الشرك إذا دخل السوسيتي إذا الإنسان أثن تتجنب يقول الذي يمثل موحدا لله جل جلاله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.